وصفتنا لليوم معمول التمر بطريقة سهلة وسريعة وب3 مكونات بس. يلا نبلش. بالبداية عندي 1.5 كاسة من الطحين الأبيض طبعا، 3/4 كوب من السمن الحيواني، و3 كوب من الحليب المكثف. بيغنيني عن الحليب والسكر والنكهات الإضافية. طبعا منحركن بطريقة اللم، ما منعجنن عجن. شوفوا كيف نلم المكونات على بعضها لنحصل على هي النتيجة، وعلى التلاجة نص ساعة. هيك العجينة عندي باردة. طبعا أنا حضرت معجون التمر، عندي ضفتله قرفة وهيل وماء ورد، ملعقة من السمن الحيواني تعطيها طراوة وطعمة طيبة. نبلش التشكيل. ناخد كمية من العجين منفردها على كف ايدنا، منحط فيها معجون التمر، منشكلها على شكل دائرة، منكورها تكوير يعني. وهلا عندي بأي قالب انتو بتحبوه. لسهولة التشكيل انا حطيت هذا الكيس من دون اي سمنة او اي طحين او اي شي، كرمال ما يعذبكن لما تنزلوها. كمان عندي شوي من الفستق، حطيت له ملعقتين كبار من القطر والسمنة وشوي من ماء الورد. تشكل عندي على شكل كرات، نفس طريقة التشكيل. هيك الكمية صارت جاهزة عندي. مندخل الصينية على التلاجة مدة 10 دقايق أو ربع ساعة. طبعا هي كرمال الخبز. وهلأ على رف وسط بحرارة 200 درجة منحط المعمول. طبعا نسينا نخبركم انه لازم يكون الفرن حامي عندي مدة نص ساعة. بعد 10 دقايق بس يحمر لونهم من تحت بنرفعهم 30 ثانية على الرف العالي. وهيك كانت النتيجة النهائية. شوفوا ما شاء الله اللون والريحة، ما فيني اوصف لكم اياها، طبعا شي رهيب. وطبعة القالب كتير ناجحة. شوفوا هاد معمول الفستق كتير هش وطري، وريحة السمنة والماء ورد كتير قوية. لون ذهبي عندي. شوفوا كيف هش وطري وبيدوب بالتم ذوبان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والاشتراك.